أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، أيها الأخوة الكرام، في البداية أحيي جميع الحضور كل من موقعه وباسمه وبصفته، وأحيي بالخصوص أمير المدرسة صديقنا وشيخنا سيدي الحج جامع الزعناني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه في صحته وفي ماله وفي أولاده وفي حركاته وسكناته. كما أشكر الإخوة الذين سبقوا أن ألقوا الكلمات بين يديكم وشنفوا أسماعنا بما يذكرنا ويربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والذكرى ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذكرى ديال سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ديال الولادة ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، ذكرى لنعمة الإسلام التي أنعم الله بها علينا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من نعم الله سبحانه وتعالى على الأمة بل على البشرية على الإطلاق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتأدب مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع كلامه ومع مجلسه، كما قال سيدي الطاهر الفلاني قبيل القليل في القصيدة التي سمعتم تلاوتها من قبل الإخوة: لا سيما والمصطفى أبدا له بحضور مجلس مدحه وعده. فأهل الله عندهم اليقين التام أن المجالس التي يذكر فيها مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يحضر فيه، رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه الطاهرة الشريفة الزكية يحضر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تأمرنا رحماته وأن تأمرنا نفحات ربنا سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستفيد في هذا المجلس. أخذ واحد الحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لها علاقة بالموضوع في 3 كلمات بسيطة جدا لكنها عميقة. هذا الحديث الراوي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علماء الأمة ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صغار الصحابة رضوان الله عليهم. ويروي هذا الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه من المحدثين الإمام الترمذي بسند حسن غريب، وأخرجه غيره. والحديث فيه 3 الألفاظ. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه؟ يقول: أحب الله لما يغدوكم به من نعم، وأحبوني لحب الله، وأحبوا آل بيتي لحبي. 3 لمسين يا كرات أسننتبه إن شاء الله تعالى. وبالمناسبة قبل ما ندخل بالشاشوت يا تصام ولا من والو الشهر تصام بمعنى أنه ولي أقول الله تنتبه. إن كان الفقه إذا سيو دوار أو أدوار لك يسير بالنوى أعرف بزاف التنين وين نتفهم كويس ولا بالدار الحياة بدايت لي يعني ميك الغرض دار بعد ما أواي الزلة وكان سرسن الجمعة يزوار إما قرد الوقت المحرم يساوي قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. يوكيدو كان الأمر بالزال يشكلني درسيان اتبعت نوايا والسين والسكراد ولا كله فلاسل من ولا الزلال ناس دي فلان لازم ناس اخترنا القصة اختباسرس سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان هاتينا ناخذ القصة نحصح نذكر الحاجة إذا جديد إناسيات السنة ناسي إما إناسي ما تنسينا إبراهيم ناس نسد إناسي ما تنسينا آدم إناس ولا بدات إناس ودو تشكي من الجمعة دوشكان ولا الجمعة ندير لي دوشكين صداتين في الدار شكون كنتي كسرة تخدم
أحب الله لما يغدوكم به من نعم وأحبوني لحب الله وأحب آل بيتي لحبه. أرتني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا الله، هذا أمر عند الرسولين للوجوب. أرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حب سيد ربي سبحانه وتعالى. أشوف أنت تسولف في الحب من الرسول، تقول تسمت الحب من ربي، هو تسمت الحب من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول تسمت ربي، تحب ربي، لا يمكن أن تصل إلى مرتبة أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا بالمنهج التربوي دقيق عظيم جدا. أحب الله لما يغدوكم به من نعم. إن أردت حبيات سيد ربي سبحانه وتعالى أردت من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الحب من الله سبحانه وتعالى نوعان، أن نحبه ويحبنا. ديك اختار القور، اختار تقول بزاف. فلذلك أهل العلم ركتنين، ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. الشأن اللي قد تحبوت ربي شوي واجب، ولا تحبوت الرسول صلى الله عليه وسلم هاتي واجب، ولكن الشأن أن تصل إلى المرتبة أن تكون من المحبوبين عند الله تعالى. أكي حب سيد ربي الكريم سبحانه وتعالى. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم غيك أحب الله، حب سيد ربي الكريم سبحانه وتعالى. علاش؟ ما مقتضيات هذه المحبة؟ أول مقتضيات هذه المحبة لما يغدوكم به من نعم. أشكون نعم ربي اللي في الله غيتفي آناء الليل وأطراف النهار بلا حصر ولا عد. اختيدي ألف لص وجبنت أن نحب ربي سبحانه وتعالى. النعم التي لا حصر لها ولا عد. القرآن الكريم يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله لا تحصوها. يا النعم نعمة من نعم الله عز وجل إذا أراد الله عز وجل أن يحاسب عليها العبد أترى يخسر، فما بالك بالنعم الكثيرة التي لا حصر لها ولا عد. ولذلك علمنا القرآن الكريم وما بكم من نعمة ما يتكلم فمن الله. كل النعمة نخليت ظاهرة والباطنة المادية المعنوية هم درس ربي سبحانه وتعالى بيتك. ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الآداب ديالو أن تنكر لا تكرر صباح تتقوات تذكر الصباح والمساء إلي قسم اللهم ما أصبح بي في الصباح، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. إذا نعم الله عز وجل هي التي أوجبت علينا أن نحب الله سبحانه وتعالى. والنعم أكتني العلماء أننا أصول النعم كله قوت بزاف، ولكن الأصل نصنت يرجع إلى ثلاثة الأشياء: نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد. نعمة الإيجاد ربي سبحانه وتعالى أوجدنا وخلقنا، ولذلك في القرآن تسمقون بزاف أرسلت بزاف خلقكم والله الذي خلقكم قبيل قليل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. أراغي التحديث أراغي تذكر القرآن الكريم قضية الخلق، لأنها أصل من أصول النعمة. الله تعالى وجدك يسير لما سننا غادي يخلق، يسير لما تفلسي جوج هاتي التيران سبحانه وتعالى، هاتي التيران غادي تحس الوجود سبحانه وتعالى. التيران غادي يخلق وريك نكرت تفلسي وجه ولا كرانيا يرني، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء بمشيئته وإرادته ولا يسأل عما يفعل. إذا الأصل من أصول النعم أن الله تعالى أوجدك وأنت في العذاب ورجلت ربي سبحانه وتعالى أوجدك. هذه نعمة كبيرة جدا، نعمة كبيرة جدا، وأصل من أصول النعم كبيرة جدا، وما يتبع هذا الخلق إلى آخره. ثم تأتي نعمة الإمداد. الله تعالى أوجدك أو السنة اللي سرت تحت الجيد يوجدك ربي سبحانه وتعالى يخلقك يسني سبيت محتاج لاحتياجات أمدك به، إفكاك الهواء، إفكاك الأكسجين، الطريقة اللي كيخلق في بطن أمك، طريقة التركيب، طريقة
اش بغيتي تصنع الا استحتاجات الانسان في بطن امه طريقه وتكوين، وكاين اللي سيشتاء، كاين اللي سيساغ، كاين اللي كذا الى اخره، لحمايه التي توفر سيدنا ربي سبحانه وتعالى الاشياء. وبعد ذلك تخرج ما الذي الهمك اول مره راك تبكى الوالده تادي ديالها، ما الذي الهمنا ان شكون ما يمكنني الدري غير يحرى ديالو اي الطمس، ولا ماشي غير الدري فقط، ماشي الانسان، جميع المخلوقات اردي التلال مباشره اردي الطمس ديال اردي السموم، ما سينا نعطي الصمان راه تجي تحلحلي براتي فيه. علاش تريد تنفخ مثلا؟ لاحظتوا امدك الله تعالى خلق قدر فهدى، هداك والهمك وارشدك. نعمة الإمداد أمدك الله تعالى، الهوى ما تحتاجه، يا نعمة الجسم الإنسان مثلا على سبيل المثال باختصار تصفية الدم في جسم الإنسان الآن، إذا كتزرع من الناس المساكن اللي مريضين ديري صلى الله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين جميعا، وأنا أعصم أنا وإياكم من كل الأمراض. مساكن الطريقه اللي تصفون الدم، انسان يبدا يحضر يزر الالتان كيشاهد الغار، الالتان تقطع القلب، واحد المنظر مهيب جدا، نسال الله تعالى ان يمتعنا واياكم بالصحه والعافيه. منظر رهيب جدا، طريقه مساكن جوج المرات في السيمانه سيت الزباله الفلوس ديال التعب ديال المشكل باش تصفوني دمنا. اسمش كيتصفوا الجسم الانسان يدمنا من خلال 24 ساعه علميا، بلا الماكينات، بلا التركيب، بلا تماره، بلا ما تعطي الفلوس، بلا والو، طاس الزيكيس تقول هاد الشتات هاد السات اتصفوني دمنا تنقل 36 مره الى 40 مره من خلال 24 ساعه، 24 ساعه 36 مره الى 40 مره والجسم يتصفى. شوف هذه النعمه ياك غتحيد ربي سبحانه وتعالى، ياك النعمه ياك النعمه غتحيد ربي سبحانه وتعالى مش كتب مرق بسم يا المثال حي نكتن مثلا الايام اللي غير الحجر الصحي اللي غير بدا الوباء، نسال الله تعالى ان يرفع الوباء عن الامور البشريه يا جماعه. ففرض يعني لزوم البيوت اردو تفاق وكذا الى اخره، ما يتين البعض المدن او غير كل فغان الحريه راه كاسو النفاغ النفس غير الهواء اسا ليسو النفاغ كان كان النفاغ راه حراره الدوسيني يعجب غادي يعجب بلا قال غادي نتكمو انت بلا تمراد بلا ونريوال ونكنا المهم كاسو النفاغ يحيدك وكان ربي النعمه اللي ميك هاتي صار كيتذكر ربي النعمه باش هكا يذكر. ولذلك تلاحظ النعمات مجموعه من النعم سخر ربي سخر خنت، ولكن بعض الاحيان يتجك راه انت دور انت سخير راه انت سخير باش غير تكرس النعمه اختي اللي غير يسخر. مثلا نرى يسخر ربي البشر ما اشكال تبارك الله، ولكن الفيل مثلا او الصبور او هذا الامر يظنين هذا تيسخر وجات هذا وهذا الامر يظنين هذا علاش؟ باش هكا يذكر ربي سبحانه وتعالى كاين شتي زريت نعمه وشوف هو المشكله سخرات ها هو المشكات السبع اقل منه لا الضبع يفيس اقل منه وانه راك تسخر بالعكس تسخر قال مصيبه يا اخي ما قال غير تديت يا شوف نعم الله عز وجل غير تذكر كان النعم بعض الاحيان مثلا استقرار الارض جعله مهادا مع ان الارض علميا تدور بواحد السرعه هائله جدا علميا، ولكن يمكن نسى نحسي تصل داك تيوت الاخبار الارض تحرك واحد السيد في بعض الاحيان هذه التوارب بينك الزلزال يحرك ضرب الكيسان ضرب المعالق تروب اللوق شويه ضرب ذاك بعض البنيان بعد يزرع بعد علاش كيذكر ربي النعمه هذا شكون اللي بداك هو قال هاد الشتات هاد السات هاد التكوان وجدت الاخبار النعمه. بالمناسبه يدور سيدي الحاج احمد النديم رحمه الله عليه اش كدار سي السيد غير السيسولي مولد دي سي يا الله لا شوف حتى تما زيد المطلع سكني الناس سيدي الحاج يطاد 100 واقف مسكين
إما التواصل باش كدار الفقيه زعما اسني الناس غادي يمكن القران يمكن الرقيه الناس اسدي الحاج يغزريت ما كيبقى عندي في الدار الناس كيبقى عندنا فلان الناس الله سيدي اقرا غير ربي قوميت الناس الحاج احمد المدني شكون انت قال بديهاتي ترحم ربي الناس شكون الفقير فلان والجياسه اللي تغريت اللي خليت غير بها سجلت لي خليت الزياره هذا سقطت الناس الجاس غير يسد ربي اللي خليت غير خا اللي خليت الزيار عاد قلت يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يعني اذا احب الله لما يغدوكم به من نعم. اصل النعمه نعمه الايجاد ثم نعمه الامداد، بعد نعمه الامداد جاءت نعمه الارشاد، تحتاج الى من يرشدك، فارسل الله الانبياء والرسل والكتب لترشدك وتدلك على الطريق. اش كيجرب به العقل اللي تخربق العقل وحده تقول رئيس كان والو يغاسل يزور الوحي هكا يتخربق العقل خصها يزور الوحي يزور الوحي يزور يعني طريق الانبياء منهج الانبياء منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. والا تعتمد غير في العقل راه اللي تخربق قلت مثلا الظهر هذا يوين الوقت هذا الوقت من الشغله الشغل الخير هذا الوقت المغرب الوقت يكمل بنادم من الشغل يسول بدا 5 وقت 6 هو العقل هذا لكن العقل ولكن الوحي لكن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يحصل خلاص نصف يحصل وقت نصف. فلذلك من أصول النعم نعمة الإمداد نعمة الإيجاد نعمة الإمداد نعمة الإرشاد. ومن هنا تأتي أهمية ذكر المولد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نعمة. لقد من الله على المؤمنين القرآن يقول ربي على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وظيفته يتلو عليهم آياته يزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن نعمة الإيجاد الرسول صلى الله عليه وسلم بعثته ولادته نعمة كبيرة جدا. وقبيل قليل الأستاذ ذكرنا بالآية فبذلك فليفرحوا. وسيدنا عبد الله بن عباس فسر يعني قل بفضل الله وبرحمته فسر الرحمة بالرسول صلى الله عليه وسلم قال وبذلك فليفرحوا. فلذلك من هنا جاء الذين أسسوا لذكر المولد النبوي من العلماء وغيرهم. إذا الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب الله لما يغدوكم به من نعم. الحب من ربي سبحانه وتعالى يا الأخوة الكرام. وبالمناسبة هذا الدرس ديال الحب الله عز وجل ألقاه أحد العلماء الكبار ديال الأمة الشهيد الدكتور رمضان البوطي رحمه الله بين يدي جلالة المغفور رحمه الله الحسن الثاني في الدروس الحسنية. الدرس ديال حب الله عز وجل واحد الدرس هائل جدا وتأثر به الرحيل رحمه الله وأنصت له كل الإنسات لأنه جذب كيان القلوب الحاضرين لأنه جاء من مصدره ومن محله ومن أهله صلى على رحمه جميع علماء الأمة. إذا المحبة من الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة الكرام شي حاجة واجبة. أحب الله لما يغدوكم به من نعم. نحب ربي سبحانه وتعالى أيها الأخوة الكرام نحب ربي إخسان سكر غير سيرة غير حبه غير حب سيدنا الكريم سبحانه وتعالى. ما حبه؟ إن الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أول حاجة غير حب ربي غير لك فرض تظلي تزوم الزكاة الحج كل غير فرض ربي أولا. فلذلك يغسكر العبادة الحب هتبقى خفيفة جدا يختص انت يغطي الضغط هتذكر الأعمال يحب ربي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يغد زلات تسنتي تذكر الأعمال يحب ربي يغد سنتي القرآن هذا تذكر الأعمال يحب ربي أرك ترقان أرك تنس درجات المحبة نصدر بالكلام سبحانه وتعالى. ثم أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي راوي عن سيدنا جبريل عن الله يقول الله عز وجل وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل غيسكر غير ليست مني غير كنحب يخت بزاف ما فرضت عليه ولكن غيتزايد كرا الحاجه اللي يريد الفرض اللي هي من النوافل السنه المندوبات المستحبات شي حاجه اخرى غير الفروض ما زال يتقرب الي حتى كنت تقرب نصربي
أيوة، ما زال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. عرفت لك كنت الدرجة أكي حب ربي، هذه هي درجة مهمة جدا. ليست شأن أن تحب، إنما شأن أن تحب كحب ربي. ملي اختصت الدرجة المحبوبة وهي من أعظم الدرجات أكي حب ربي سبحانه وتعالى، أن تكون من أحباب الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة، الحديث عند الإمام أحمد في المسند، مرة مدة الصحابة فيها غرس على الخير وكذا إلى آخره، مرات تسرسيني بجانب الطريق سلك العمل. ملي خديت الزراج واش كانت نيشان العدد هائل ديسان كذا تقطعوا تقصد اصب بجني ويسان اديت تزال اللي ختم يويسان تسيت فتضمه الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار الزمت مغرت هذه سين كل غير هذا تلوحي وساد جهنم تنتلوح العفيف. قالوا يا رسول الله مالك ناس تسكر وتكسو تسرس وروك اللي مراسيك قلت لك تسرس الناس. وكذلك الله يفعل بعباده وبأحبابه لا يمكن أن يعذبهم الله. حينما تصل إلى درجة المحبوبية أن رب سبحانه وتعالى أن صدر بالكلام سبحانه وتعالى يحفظك من العذاب. إذا وصلت أن يحبك الله شي حاجة عظيمة جدا. ولذلك سيدنا الحسن البصري بالإشارة استنبط من آية ديال الله تعالى اللي غنانا لبعض أهل الكتاب نحن أبناء الله وأحباؤه يدعون. القرآن يحكي أي للتنين الناس الله تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم. قال فيه إشارة حسن البصري إلى أن أحباب الله لا يعذبون، لأن الله تعالى قال لي لو كان الأمر أنكم أحباب الله علاش يكون يعذب؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم. إذا لا تصل المرتبة الدرجة المحبوبة عند الله عز وجل. شوف أيها الأخوة الكرام، كنت سمعه الذي يسمع به في الضيق. البرنامج الحياة كله في يد الله عز وجل ذلك الذي تولى إرشادك وتوفيقك يتولى الأمور كل ربي سبحانه وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. لئن سألني لأعطينه، لئن استعاذني لأعيذنه. يغي يضرب راسك، يغي قال يا ربي تحفظ تحفظه. هو إذا كان أولياء الله عز وجل، لأن الولاية كلها تدور على محبة الله للعباد ومحبة العباد لله عز وجل. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب الله لما يغدوكم به من نعم. حب الله وحبوني لحب الله. أريد حبية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حبيتي لأن هذا يستجلب حب الله عز وجل. حب الرسول الله تعالى يحبه تمام. وحب الرسول تحدث عنه الأستاذ لا أريد أن أطيل فيه، ولكن مهم جدا. فكل عبادة خاوية من الحب لا قيمة لها لا وزن لها. فعبادة الله تعالى هي فيها العبادة وفيها حب. قد يجبرك يقدرك يجبر مثلا شي واحد تسكت كلام الحاجة ورستريد خطري، ولكن لا يمكن أن يجبرك أن تحبه. وبالمناسبة أن حب الله هي مسألة قلبية، الحب مسألة قلبية. فهذا الحب ديال الله تعالى اللي قد توصل المرتبة ديال سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. إن سيدنا جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي إن سيدنا جبريل إذا أحب الله عبدا إن حب ربي كرانيان ما يكتبقى. أريتني سيدنا جبريل يا جبريل هل فلان حب فأحبه. أريد تحب سيدنا جبريل ثم ينادي في الملائكة الأعلى أرسلتني يا ملائكة الله إن الله يحب فلان فأمرني أن أحبه فأنا أحبه فأحبه فيحبه الملائكة الأعلى الملائكة كلهم. ثم يوضع له القبول في الأرض. فلذلك القلوب مثل أتوري يمكن أساسني الشنكرانية على قلبها لا علاقة بالله، مفاتيحها بيد الله. من رزقه الله تعالى حب الناس أراه الله هذا الشيء، أراه لا يمكن أن أدخل إلى قلبي ولا أن تدخل إلى قلبي، مسألة قلبية. ولكن العلاقة ديال الإنسان بالله هي اللي كتحل القلوب ديال الناس له فيوضع له القبول في الأرض. وعلى عكس ذلك تماما نسأل الله تعالى يعصمنا وإياكم من بغضه. ثم وبه أختصر وأحبوا آل بيتي لحبي. حب الله، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الناس اللي لهم صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم من حيث النسب.
من المؤمنين شرفاء اللي لهم ارتباط بالرسول صلى الله عليه وسلم نسبا. أهل الإيمان والشرف والنسب أمرنا القرآن أن نحبهم، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحبهم. من غير دار التسمية الأخوات الكرام بغا نختم، علاش لأجدادنا غادي غدان أو يند آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرق في كناس الزمام الأمور باش تسير البلاد في كناس البيعة الشرعية. علاش؟ وين يا ولد الشرفاء في ناس البيعة يعني البيعة الشرعية أن الناس نشكد حكمتها في ناس البيعة الشرعية باش تسير مدنا تسكن هذه قديمنا وين مدنا تاريخ هاتولا تلعب. وقويل قال سيدي جامع غرا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. سنرى فيها ارتباط مدنا تلعب حب الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة عقيدة مسألة إيمان. فلذلك حينما نأخذ الأمور بهذه المسألة هذه أيها الأخوة الكرام سنكون كما ذكر الأستاذ سينتشر الحب في الدنيا، والحب ديال الله تعالى والحب في الله هو دواء لكل المشاكل اللي نقدر البشرية اليوم. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا نختم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننشر هذا الحب فيما بيننا وأن نعلنه. جاء رجل فقال يا رسول الله، مرة واحدة الرجل قال يا رسول الله إني أحب هذا فلان، هذه لزرينتي أنا أتيك حبي بزاف. الناس الرسول صلى الله عليه وسلم هل أخبرته؟ إذا ستنيت إذا زادني تحبه الناس لا يصل الناس يذهب فقل له إني أحبه. فذهب هذا الرجل يجري وراء هذا الرجل فقال له يا فلان إني أحبك في الله. فأجابه أحبك الله الذي أحببتني من أجله. فأنا أيضا أعلن أننا نحبكم جميعا في الله، وصلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبة في الله وأن يجعلنا إخوانا متحبين فيه. وأستسمح واعتذر أشكر كل سنة اختصرت الله يجزيكم بخير. على غرض ذكر المناسبة الاختصار الشيخ الشعراوي رحمه الله ابن مرة إلى غاية المناسبة أننا سنتكلم كان 5 دقائق. إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكون الاختصاري شقة شوية الاختصاري ديال العلم لكن خلال من الناس غير نطلب الله تعالى سبحانه وتعالى الوقت أكون يحضر به جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم.